إلى كبار أهل البصرة. كبار أهل البصرة اليوم، أهل البصرة بعناكم، يجب أن يكون لكم موقف مع أم البنين. السيدة أم البنين عليه السلام يوم الجمعة شهادته، وأن يقام الحفل ويقام الغناء في ملعب البصرة لأجل افتتاحية، ومن أهان لي وليا فقد بارزني بالمعاصي، اللي يهين مقام ذكرى شهادة السيدة أم البنين في أعناقكم. في يوم من الأيام القصة معروفة، أحد شيوخ العشائر مال فتلة وأحد شيوخ عشائر البصرة رايحين وأحد العلماء أيام قديم الزمان زائرين مقبرة البقية، فزاروا الأئمة عليهم السلام. بعدين قالوا لهذا الشيخ العام، قال له خنزور السيدة أم البنين. قال أنا أزور امرأة؟ تركهم راح للفندق، زاروا هم كملوا. يوم ثاني يقول احنا نايمين نفس الغرفة، قعدنا ما لقيته، بحثنا عنه سألنا عنه ما حصلنا. شوية اجوا عيونه كلها دموع، قلنا له شنو صار حجينا؟ قال والله بالليل لو اشوف لهم الله ما يحبك ما يودي لك قرصة اذن. قال له والله بالليل كأني في كربلاء ازور ابو فاضل سلام الله عليه، ابا الفضل، فردت ادخل من عون الخدم، ردت ادخل بكل صورة يمنعوني، فوديت واحد. بعدين جت لي فكرة، قلت لهم السبب؟ قال لي اللي يتكبر على زيارة امي ما اخليه يدخل على زيارتي. هاي ولية الله، هاي اللي قدمت في يوم يا نفس من بعد الحسين هوني. هاي السيدة، هاي امرأة قياس الدنيا قلبته، ماكو انسان ما يحب اولاده، ولكن السيدة ام البنين افنت وغيبت اولادها. سيدة ام البنين يجي ناعي تقول له لا تسأل، ما سألك عن اولاد. فكبار اهل البصرة يجب ان تباحثوا هذا الامر مع سعادة المحافظ.